بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلفون حفظهم الله تعالى: آثار وفوائد معرفة أسباب النزول. هذا المبحث مهم في كل علوم القرآن. لماذا؟ لأن حتى يبين لك أن لا يوجد شيء تدرسه في القرآن ذكره العلم إلا له فائدة. والشيء الثاني أن الشيء الذي لا فائدة منه لا تدرسه. لماذا تدرس العلم الفلاني؟ تقول والله ما أدري. ليش تدرسه؟ لابد أن يكون هناك فوائد لما تدرس حتى لا يضيع الزمن ويضيع العمر من غير فائدة. طيب، ما فائدة معرفة أسباب النزول التي أخذناها بالتفصيل؟ هناك 3 فوائد رئيسية فصلوها تفصيلا مسهبا في الكتاب. أنا الآن أذكرها لك واكتبها حتى لا تتشتت مع التفاصيل التي ستأتي. هناك 3 فوائد. الفائدة الأولى، اكتب هنا، الفائدة الأولى معرفة التفسير، تعينك على معرفة التفسير. تعينك على معرفة التفسير. الفائدة الثانية تعيين المبهم. تعيين المبهم. الفائدة الثالثة بيان حكمة التشريع. بيان حكمة التشريع. هذه الفوائد ال3 هي أهم الفوائد لأسباب النزول. الأول أنه يعرفك التفسير. لما تعرف القصة ستعرف معنى الآية، أو سيعينك على معرفة الآية، وسنأخذ عليه أمثلة. الشيء الثاني تعيين المبهم، وهو الأحداث التي علق الله عز وجل عليها من غير أن ينص على من نزلت. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. من هذه؟ مبهمة، لا نعلم. سبب النزول القصة يعين لك من هذه المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. من هو؟ ما تدري في القرآن، لكن لما تقرأ أسباب النزول تعرف المبهم. تعيين المبهم. من هو؟ الوليد بن المغيرة مثلا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من هذا؟ أسألكم أنا، ما تدرون. تقرأ سبب النزول تعرف سبب أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، فتعرف المبهم. هذه الفائدة الثانية، تعيين المبهم. طيب، لماذا نعرف المبهم؟ حتى تثبت الفضائل، حتى تثبت الرذائل، حتى لا نضع الفضيلة لمن لا يستحق ونضع الرذيلة على من لا يستحق. نعرف. الشيء الثالث بيان الحكمة. لما تذكر القصة ثم نزلت الآية تعرف الحكمة من التشريع، مثل حكمة الحفاظ على الأسرة المسلمة لما نزلت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وكفارة الظهار، أن المرأة إذا ظاهر منها زوجها لا يفرق بينها، إذا قال لها أنت علي كظهر أمي، هذا الظهار، هناك كفارة. فنعرف بالقصة التي وردت وكذا أن من حكم التشريع الحفاظ على الأسرة مثلا، والحكم هكذا. طيب، فإذا هذه 3 فوائد تلخص لك من هذا إلى 20 صفحة أو ما أدري كم صفحة. يعني لو نشوف من هنا 207 إلى 220. الآن يعملون ملخصات من الطلبة قبل الاختبار، هذه من 207 إلى 220 13 صفحة، يكتب لك ال3 فوائد وخلاص. 3 أسطر، 13 صفحة يلخصها بكم؟ 3 أسطر. لا يمكن يكتبها بسطر واحد بعد، لأن الطلبة يحبون، لكن يفوتك علم كثير سنأخذه الآن. فأنت التلاخيص ماذا تفعل فيها؟ تدرس أول شيء العلم وتعرف الآيات والأحاديث والقصص، ثم تأخذ الملخصات إذا كانت مفيدة، خاصة إذا كانت من الدكاترة أو من ناس فضلاء علماء أو طلبة علم جيدين، تأخذها للحفظ. لكن لا تضيع العلم تروح حق ملخصات. اجمع بين الأمرين. طيب، الآن نأخذ فائدة بالتفصيل. الفائدة الأولى هي ماذا قلنا؟ تعينك على معرفة التفسير. أنت تجهل مثلا، تذكرون
يعني هذا معرفة التفسير له صور متعددة. إما أنت شيء لا تعلمه جاهل فيه، مثل أسئلة سألتك كم ساعة وما تعرف، بعدين قلت لك نزلت في كذا، جاهل فيها فنزلت فعرفت على من نزلت، أو معرفة التفسير. أو أنك أنت فاهم الآية خطأ، ولما قرأت التفسير صححت الفهم الخاطئ. الأول أنك جاهل وعرفت، مثل في قول الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. تذكرون الآية أن ليس من البر أن يأتي الرجل من ظهر البيت، بل يدخل من الباب. هذه الآية ربما أنت ما تعرف تفسيرها، لكن إذا عرفت، جاهل فيها، إذا عرفت سبب النزول، أن كان يعتقد عند بعض العرب من النصارى أن عادة جاهلية سابقة قبل الإسلام أن الدخول بعد الحج من ظهر البيت من البر، والدخول من البيت شيء من باب البيت شيء يعير به. أنت ما تعرف السبب تعرف التفسير، لأنك كنت جاهل ما تدري فيها. طيب هذا مثال واضح. مثل في قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لو واحد يقول ايش علاقة الآباء هنا بعد الحج؟ يقول الله: اذكروا الله كذكركم آباءكم. لما تعرف سبب النزول أن المشركين كانوا يجلسون في الحج فيذكرون أيام آبائهم يتفخرون فيهم، فأنزل الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم لا تفعلوا كما يفعل الكفار في الجاهلية أن يذكروا الآباء، لا، اذكروا الله كذكركم آباءكم. فهنا كنت جاهل بمعنى الآية، عرفت سبب النزول، عرفت معنى الآية، هذا واضح. القسم الثاني في معرفة التفسير قلت لكم أن أنت فاهم الآية خطأ، ثم لما تقرأ سبب النزول يزيل عنك الفهم الخاطئ. تعرف ما تنتشر الآن أخطاء شائعة، أخطاء ما أدري إيش، تمر عليك صح؟ هذه ممكن يكون هناك أخطاء شائعة في فهم الآيات. مثل، وقبل أن نأخذ مثال هنا، قالوا: هل هناك أهمية على أن سبب النزول يصحح الأفهام الخاطئة؟ قالوا: نعم، هناك أهمية بالغة لتصحيح الفهم الخاطئ، وذكروا على ذلك أثرا عن عمر. انظر صفحة 211، قال: فزجره عمر وانتهره فانصرف ابن عباس. انظر هنا، قال: فزجره عمر، الكلام غير مستقيم، هناك سقط، هنا في سقط، أنا سأذكره لكم وأنت عاد اكتبه إذا استطعت أو ارجع إلى التسجيل. هنا رقم 1 قال: فزجره عمر، هناك سقط قبل هذه الرواية، وهي: سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عباس: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل، وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. ثم كما ذكروا هنا قال: فزجره عمر، غضب من ابن عباس على هذا القول وانتهره، فانصرف ابن عباس، ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل إليه فقال: أعد علي ما قلت، فأعاده عليه فعرف عمر قوله وأعجبه. المهم هذا يبين لك أهمية معرفة أسباب النزول لتصحيح الأفهام الخاطئة. كيف هذه القصة؟ هذه القصة عمر بن الخطاب قال لابن عباس: يا ابن عباس، كيف تختلف هذه الأمة؟ لماذا يختلفون؟ كتابهم واحد القرآن، قبلتهم واحدة كعبة، ونبيهم واحد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نختلف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا، يعني الصحابة، القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل، عرفنا أسباب النزول ففهمناه فهما صحيحا، لكن سيأتي بعد وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، ما يعرفون أسباب النزول، ما يعرفون معنى الصحيح للآية، فيكون لكل قوم فيه رأي. خلاص الآن تأتي الأفهام الخاطئة للآيات، أنت عندك فهم خاطئ وأنا عندي فهم خاطئ، أنا أريد أن أثبت هذا الفهم وأنت تريد أن تثبت، نختلف. مع شدة الاختلاف ممكن يصل هذا إلى القتل. تقول معقول ايش دعوة، يعني ممكن يصل تفسير آية نختلف إلى القتل؟ ممكن، تصير حروب، وصار هذا. الخوارج مع الصحابة رضي الله عنهم على ايش؟ يقول إن الحكم إلا لله، كيف نحكم البشر؟
كفروا الصحابة رضي الله عنهم، قتلوهم، صارت حروب طاحنة. فلا نستهين بالأفهام الخاطئة وعدم معرفة العلم الصحيح، هذا يؤدي إلى فتن كثيرة. طيب، وعن بكير أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر، كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، فرقة من الخوارج. قال يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. هذه مشكلة الخوارج، يأتي بآيات صحيح، عنده آيات وحافظ ما شاء الله، لكن ينزل الآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين وبها يكفر المسلمين. ليس يقول له دير بالك هذه صفات الكفار احذر منها، كما ذكرنا مثلا صفات المنافقين تذكرون، هذه ممكن يتصف واحد، لكن هذا من باب التحذير، ليس من باب تكفير المسلم الذي يتصف بهذه الصفات. طيب، مثال على ذلك أن سبب النزول يصحح، معرفة سبب النزول يصحح الفهم الخاطئ في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، ايش الآية؟ فثم وجه الله، يعني ما في داعي لو يأتي واحد يقول ما في داعي يا شيخ استقبال القبلة، ايش رايك بكلامه؟ يقول لك القبلة انت تستقبل القبلة بالصلاة، ما في داعي. الله يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، خلاص يعني ليش تعقدونها يا أخي؟ ايش رايك؟ يقول ما له داعي، اليوم نروح ندخل المسجد صل عكس، لأنه وين ما تروح الله عز وجل لله المشرق والمغرب. طيب، والآية فأينما تولوا فثم وجه الله، لا يقول لك ولله المشرق والمغرب، ليش تخصصها بالدعاء؟ ها؟ طيب أنا ما يسألك عن فتوى، يقول لك لا أنت خلاص الدين ساعة يا أخي، لا تعقدونها أنتم طلبة الشريعة. لا أنا أعرف القبلة بس إنها ولله المشرق والمغرب، إيش الفرق يعني إذا استقبلت قدام ولا استقبلت ورا؟ كلها جهات الله عز وجل. يقول ها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهو في آية أن الدين ساعة، ليش تأخذ الآية اللي فيها شدة؟ أنا طبعا قاعد أتبنى هذا القول الباطل الكفري يعني، بس أنا أقول لك شلون اللي ما يعرف سبب النزول يجيب لك مشاكل، وللحين كلكم ما رديته الرد الصحيح. خلاص قبلتين، الله يجزاك خير. يقول لك وين ما تروح لا قدس ولا شيء، لله المشرق والمغرب، كل الجهات هي لله عز وجل. أحسنت. نقول يا أخي لا تستدل بالآيات هذه نزلت على ماذا؟ ما سبب نزولها؟ ما كلام أهل العلم فيها؟ لا تأتي تستدل بالآيات بأفهام خاطئة لم يقل بها إنس ولا جن. انظر هذه الآية، لو واحد فهم هذا الفهم هو فهم باطل، طيب ظاهر الآية ربما يساعد هذا الفهم الباطل، لكن هذا خلاف الإجماع وخلاف سبب النزول الذي نزل. انظر هذه الآية تنزل على حالتين: المجتهد المخطئ، أنت في سفر واجتهدت ثم أخطأت تشملك هذه الآية، والشيء الثاني صلاة النافلة للمسافر، فلا يجب عليه أن يصلي وهو على الراحلة باستقبال القبلة، يجوز له من غير استقبال القبلة المسافر في النافلة. سبب النزول عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، يعني جهته، على جهته. قال: فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، اجتهدنا بسفر وما ندري، كل واحد صلى باجتهاد غير عن الثاني، فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. ليس في المقام الساعة وتدخل المسجد تصلي عكس، ايش الافهام هذه؟ طيب، او حديث ابن عمر ان في البخاري ومسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، المهم الى ان قال صلاة النافلة، عفوا هذا بنفس المعنى، صلاة النافلة على الراحلة في السفر. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله، فلا يشترط استقبال القبلة
في النافلة في حال السفر، مثلا أنت في الطيارة إلى آخره. طيب، هذا إذن معرفة الفائدة الأولى لمعرفة أسباب النزول، وهي تعينك على معرفة التفسير. وتعينك على معرفة التفسير ذكرنا عليها قسمين. القسم الأول أنك جاهل وتعرف المعنى، أو أنك أنت فهمت الآية فهما خاطئا فمعرفة سبب النزول يصحح لك هذا الفهم. كلها تدخل في معرفة التفسير. يعني هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تعيين المبهم الوارد في الآية. ايش يعني المبهم؟ شوف صفحة 214 في الأسفل، قال: والمراد بالمبهم هو من نزلت فيه الآية دون تعيين له، مثل ما قلت لكم، فأما من أعطى واتقى، من ما ندري في الآية. قال الله عز وجل: سيجنبها الأتقى، من ما ندري، لكن معرفة سبب النزول نعرف أنها نزلت في من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. نأخذ الحديث، رواه الطبري في تفسيره، قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان أبو بكر الصديق يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن، فقال له أبوه: أي بني، أراك تعتق أناسا ضعفاء، فلو أنك أعتقت رجالا جلدا يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك، يعني تستفيد منهم. فقال: أي أبتي، إنما أريد ما عند الله، يعني ما اعتقتهم حتى أريدهم يفزعون لي أو يدافعون عني، وحتى لا أريد ما عند الله. قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه، يعني في أبي بكر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. ذكروا قول ابن كثير الذي يؤيد هذا. كذلك في قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، عسى ربه إن طلقكن إلى آخره. هذه كلها أسباب النزول بيّنت أنها نزلت بسبب من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فنعرف لما قال عمر: وافقت ربي في 3، وذكر هذه ال3، نعرف منقبة عمر رضي الله عنه. هذه معرفة المناقب، عرفنا منقبة لأبي بكر، ها تعيين المبهم لمعرفة المناقب. قد نعرف المبهم لتعيين المثالب عكس المناقب، وهي الأمور الذامة المذمومة، كما قال الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. من هو هذا إن شانئك؟ مبهم، هذا علم المبهم، مبهمات القرآن. نزلت الآية من غير تعيين، أسباب النزول تعين لك هذه الآية. نذكر سبب النزول ونعرف من هو الشان للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: نزلت في العاص، وذلك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد وهو يدخل، فالتقيا عند باب بني سهم وتحدثا، وأناس من صناديد قريش في المسجد جلوس، فلما دخل العاص قالوا له: من الذي كنت تحدث؟ قال: ذاك الأبتر، يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من خديجة، وكانوا يسمون من ليس له ابن أبتر، فأنزل الله تعالى هذه السورة وفيها: إن شانئك هو الأبتر. فمن هو الشانئ؟ العاص ابن وائل، العاص. فسبب النزول بين لنا المبهم، لكن في إيش؟ في المثالب المذمة. كذلك في قول الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. من هو يا سنين؟ كيف عرفت الوليد؟ من سبب النزول، كن معنا في الدرس. نعم، من سبب النزول. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، القصة المعروفة تقرؤونها. قال: فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا. فعرفنا من هو المقصود المبهم في المثالب. أحيانا تنزل آية لإزالة الاشتباه في تحديد المبهم، يعني أحيانا نختلف، هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في فلان ولا في فلان؟ سبب النزول يقطع هذا الخلاف. مثل في قوله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما إلى آخر الآية. هذا انظر الآن، اختلفوا في من نزلت فيه هذه الآية: والذي قال لوالديه أف لكما. من هو؟ تعرفونه؟
انظر نقرأ الآية في الحديث في البخاري في صحيحه عن يوسف بن ماهك قال كان مروان، هذا أمير على الحجاز، كان مروان على الحجاز يعني أمير الحجاز، استعمله معاوية رضي الله عنه فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه. هذا الآن خطيب يريد يهيئ الوضع ليزيد بن معاوية بعد موت معاوية رضي الله عنه، فقال له عبد الرحمن ابن أبي بكر شيئا رضي الله عنه، فقال هذا الأمير، هذا عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أخو عائشة شجاع، رد عليه، كانت تقول يعني الكلام هذا ما أنكر عليه المنكر، فقال هذا أمير عنده شرطة وعنده كذا وعنده، فقال خذوه، خلاص على طول خذوه، تنكر المنكر، ها ما شاء الله يلا خذوه، قال للحرس عنده الشرطة. فذهب سريعا عبد الرحمن فدخل في بيت عائشة أخته، فلم يقدروا، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال مروان هذا الأمير إن هذا يعني عبد الرحمن اللي أنكر عليه الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، يقول هذا اللي نزلت فيه هذه الآية، يعني مو غريبة عليه أنه يرد علي أنا، نزل الآية عليه الحبيب كيفه، والذي قال هذا اللي نزلت فيه الآية والذي قال لوالديه أف لكما. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، انظر يعني أبو بكر رضي الله عنه رجل حديد شجاع، أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج رجالا، خرج عبد الرحمن، خرج عائشة، خرج أسماء بنت أبي بكر، كلهم بيت مبارك قوي في الحق. فقالت عائشة ترد على الأمير من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن، تألف تقعد تقول أشياء، ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري، يعني في قصة الإفك هذا اللي نزل فينا، لكن تقول أن هذه نزلت في أخوي، لا، في أخي غير صحيح. فالمهم أن هنا معرفة الآية سبب النزول يزيل لنا الاشتباه أو الاختلاف الذي قد يحصل. وفي رواية أخرى أيضا قالت عائشة بنفس هذا كذب مروان، عائشة تقول عن مروان اللي هو أمير الحجاز، كذب مروان والله ما هو به، ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان في صلبه، فمروان فضض من لعنة الله. وهذه الرواية تحتاج إلى يعني مراجعة في صحتها، لكن يشهد لها بأصل معناها ما الرواية اللي قبلها في البخاري، هذه وضحت أن في البخاري فقال له شيئا ما عين، لكن هذه الرواية عند النسائي فقاله عبد الرحمن سنة هرقل وقيصر، فقال مروان ما قال، ثم قالت عائشة كذبك. طيب قلنا الفائدة الثالثة من أسباب النزول ما هي؟ قلنا 3 فوائد: معرفة التفسير ويعينك على معرفة المبهم. الثالثة ايش قلنا؟ أحسنت، بيان الحكمة الباعثة على التشريع، مثل في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها في آيات الظهار. هنا الآية ما بينت ما هي الحكمة، لكن إذا قرأت حديث عائشة وأنها نزلت في خولة، هنا شوف في خطأ أنها نزلت في خولة ابن ثعلته، لا هي ثعلبة، صححها. ها ثعلبة تحت صح ايه عدلها. طيب قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام
خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، أبلى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني. ظاهر مني يعني قالها: أنت علي كظهر أمي، يعني أنت حرام علي مثل ما أمي حرام علي. قال لزوجته. فقالت خولة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالوا الشاهد أن سبب النزول بين أن الحكمة من تشريع كفارة الظهار وهي حفظ هذه الأسرة من التفكك والضياع الذي ينال المرأة ويطول الأولاد، يعني يصل الأولاد، فهي المهم إلى آخره. فسبب النزول بين لنا حكمة التشريع. واضح هذا؟ فإذا 3 فوائد لمعرفة أسباب النزول. الأولى العزيز تعينك على معرفة التفسير. الثانية تعيين المبهم. الثالثة فهد الحكمة الباعثة على التشريع، معرفة الحكمة، ما الحكمة، ما المقصد من نزول الآية. طيب، المبحث الذي بعد ذلك قاعدة تفسيرية وأصولية: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ يعني الآيات التي نزلت بسبب معين، مثل الآيات الكثيرة التي أخذناها، قصة نزلت هذه الآية، والآية تنزل بصيغة عامة، ما تقول فلان الفلاني والذي جاء فأما من أعطى واتقى. قلنا نزلت في من؟ في أبي بكر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. طيب، هنا قالت أبو بكر أم قالت فأما من أعطى واتقى بصيغة عامة؟ بصيغة عامة. فهل العبرة بعموم اللفظ فيدخل فيها كل من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، أم لا، العبرة بخصوص السبب أنها نزلت في أبي بكر فهي خاصة لأبي بكر؟ هذه هي المسألة. عموم اللفظ عموم الحكم، عموم حكم الآية الوارد لسبب، الآية الواردة لسبب على جميع الأفراد الذي يتناولهم لفظ العام كما قلت لكم. وخصوص السبب هو القصة التي نزلت فيه. طيب، عند جمهور أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بجميع الآيات، جميع أسباب النزول نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا لما يأتي واحد والله عز وجل أنعم عليه الآن بالأولاد والبنين وكذا وكذا وكذا، ثم يقول عن القرآن أنه كلام بشر وأنه كلام ويطعن بالقرآن، نقول له: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. يدخل في هذه الآية. ما يأتي واحد يقول: لا يا أخي، هذه نزلت في الوليد، كيف تنزلها على فلان؟ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من يعطي الآن ابتغاء مرضات الله ويتقي ما حرم الله ويؤمن وصاحب عقيدة صحيحة يشمله، نقول سبحان الله، فلان نحسبه والله حسيبه يدخل في هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. ما يأتي واحد يقول: لا يا أخي، هذه نزلت في أبي بكر خاصة، كيف تعممها على الناس؟ نقول لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه تحفظ بالنص، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ قالوا هذا قول جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الدليل على ذلك قالوا من النص والإجماع والمعقول. النص في البخاري عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، رجل من الصحابة رضي الله عنهم غلبته شهوته وغلبته الشهوة وقبل امرأة أجنبية، فعل هذه المعصية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ندم، حتى تعرف أن ترى ممكن الآن أنت تقع في ما تقع منه من المعاصي. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم ما وقع، ويلزم منها أن أنت لما يأتيك الشيطان يقولك لا تفعل كذا أن أنت عندك معاصي. طيب، من يسلم من المعاصي؟ افعل الخير، افعل السنن، صلي في المسجد، طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يقع منك معاصي. بالعكس، الخير الذي عندك يكفر المعاصي. المهم هذا رجل من الصحابة قبل امرأة أجنبية محرمة،
قبلة محرمة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ذلك، ندم، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: إلي هذه يا رسول الله، يعني نزلت فيني أنا بس؟ لما سأل نزلت هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن عمل بها من أمتي. يعني صحيح أنها نزلت بسببك، لكن هي عامة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي رواية في صحيح مسلم: يا نبي الله، هذا له خاصة. قال رجل: هذا له خاصة لهذا الذي أصاب قبلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة. طيب، فهذا نص أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كذلك بالإجماع الآن حد السارق، هل هي خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ القاتل إلى آخره، ما في أحد يقول. بإجماع أهل العلم يقولون هذه الأحكام شاملة لجميع من يتناوله اللفظ. طيب، الخلاف أين وقع؟ أن هل يعني خلاف هو صوري، خلاف لفظي، هل الآية يعني جماهير أهل العلم العبرة بعموم اللفظ وجميع من يعمل بها الآن يشمله اللفظ. بعض أهل العلم قال لا يشمله اللفظ لكن يقاس عليه، فهي لا فرق. طيب، فآيات حد القذف، آيات الظهار إلى آخره، بالإجماع لكل من فعل هذه الأمور. أيضا ذكروا من المعقول على دليل عقلي على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قالوا: القول بخصوص حكم الآية بسببها الخاص فيه إبطال لعموم الكتاب وترك العمل به، والقرآن صالح لكل زمان ومكان. إذا قلنا هو فقط خاص لمن نزلت فيه خلاص عطلنا القرآن. الشيء الثاني: لو أراد الله اختصاص الحكم بسببه فقط وبالواقع التي نزل من أجلها لنزل النص خاصا. لو أراد فقط هذا خاص في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فلان أو فلان، الله عز وجل خصصه، لكن هو الله عز وجل ذكره بنص عام. وهذا نأخذ فائدة أن شوف أغلب الآيات نزلت مبهمة ولا نزلت تعين فلان الفلاني، مبهمة بصيغة عامة. فأنت إن شاء الله إذا تصدرت للدعوة وكذا، إذا أردت أن تنبه على أخطاء المسلمين أو أخطاء فلان وفلان، لا تقول الرد على الفلان الفلاني، قصف الفلان الفلان، لا يا أخي، تمثل بمنهج القرآن. ما بال أقوام، منهج النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، ما يعين القرآن: والذي جاء بالصدق وصدق به، فأما من أعطى واتقى ذرني ومن خلقت وحيدا. لماذا التعليق بالوصف أنفع؟ لماذا؟ ربما هذا يتوب، فلماذا تنفره من الحق؟ الأمر الثاني: حتى لا يظن الناس أن هذا الحكم خاص بفلان الفلاني فأنا غير معني فيه ما أسمع، لكن ذكرت مسألة علمية الجميع يستفيد منها، والأمر يعني وفي ذلك فوائد عديدة. فهذا المنهج القرآني في الأغلب الأعم. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي مسألة يسيرة إن شاء الله، وهو مبحث جديد، وهو حفظ القرآن. حفظ القرآن أو جمع القرآن. الجمع يطلق ويراد به أحد معنيين: معنى الحفظ ومعنى الكتابة. اليوم سنأخذ معنى الحفظ، جمع القرآن بمعنى الحفظ. فالقرآن من مباحث علوم القرآن، من مباحث القرآن أو من أنواع علوم القرآن جمع القرآن بمعنى الحفظ أو حفظ القرآن. وفيه مسائل. المسألة الأولى: من يحفظ القرآن؟ هل هو يحفظ القرآن أم القرآن يحفظه؟ يعني الآن أنت لو واحد منكم خاتم القرآن يقول أنت تحفظ القرآن، إذا هو دارس المسألة يقول لا، القرآن يحفظني. إذا ما يريد أن يجاوب سنين، أنت تحفظ القرآن أم القرآن يحفظك؟ هذه المسألة الأولى. هل القرآن حافظ أم محفوظ؟ هل تحفظ القرآن أم يحفظك؟ قال: أصل الحفظ هو الصيانة والحماية والرعاية والعناية والكلاءة. فالقرآن بمعنى حافظ ومحفوظ. القرآن ممكن أن يكون حافظا وأن يكون محفوظا، يعني من حفظ القرآن هو يستطيع أن يسمع، والقرآن يحفظه من الشرور ومن المعاصي ومن الشبهات. فالقرآن يصون أهله ويرعاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك،
ومن حفظ الله عز وجل حفظ كلامه جل وعلا. والقرآن محفوظ أي مصون ومرعي ومحمي من الضياع والتبديل، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحافظ له بالأصالة هو الله، يعني الأصل أن الذي يحفظ القرآن هو الله عز وجل، هو الذي ييسر الناس حتى تحفظه. والحافظ له بالتبع كسبب هم المسلمون الذين يذهبون ويحفظون القرآن. وأنا أوصيكم جميعا سواء في كلية الشريعة أو غير كلية الشريعة، أولى ما تعتني به وأنت شاب الآن. من منكم متزوج؟ بس واحد، اثنان فقط، ها؟ الباقي عندكم أوقات كثيرة جدا بالنسبة للمتزوجين، فأنتم حرام تضيعون أوقاتكم يمنة ويسرى ولا تخصصون لو نص ساعة لو ساعة باليوم لحفظ القرآن. فرصة ذهبية الآن كلكم، وحتى ترى المتزوجين يعني إذا كنتم مو خاتمين احرصوا على القرآن. هذه ربما يكون أفضل استثمار فعلته في حياتك أن تحفظ القرآن. حط لك خطة يا أخي، كل يوم تحفظ وجهين. الوجه يأخذ نص ساعة خاصة في البداية تقريبا لمن ذاكرته وسط، نص ساعة ثلث ساعة. فلو تحفظ كل يوم وجهين يعني صفحة بطن وظهر، خلال السنة تختم القرآن. طيب ساعة عندك في اليوم، بعد سنة أو سنتين مع الظروف تكون خاتم للقرآن، حافظ للقرآن. لا تضيعون هذا. لا تقول أنا عندي معاصي، أنا أرى المحرمات، أنا كذا كذا. أبدا، حفظ القرآن ليس هذا يمنع هذا، بالعكس حفظ القرآن هو يعينك على كل الأمور الأخرى. فأنا أوصيكم جميعا واحدا، ومن يحفظ 10 أجزاء يحفظ 20، ومن يحفظ 20 يحفظ 30، ومن يحفظ جزء راجع الجزء هذا وزيد عليه، وحط لك خطة واشتغل. وهنا هذا ميدان اجتهاد وعمل. طيب المهم، إذن هذه المسألة الأولى، أن القرآن حافظ ومحفوظ. المسألة الثانية مظاهر حفظ الله عز وجل للقرآن. كيف الله عز وجل حافظ القرآن؟ واحد يحفظه من الزيادة، ما يستطيع أحد يزيد عليه. الثاني يحفظه من النقصان. ثالث يحفظه من التغيير والتبديل. ما الدليل على ذلك؟ قوله عز وجل، هذه الآية لازم تحفظونها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما قال الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالله عز وجل يحفظ القرآن من الزيادة، من النقصان، من التحريف والتأويل. وكما قال الله عز وجل: لا تبديل لكلمات الله. أهم شيء تحفظون هذه الآية، قصيرة وسهلة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكروا أدلة كثيرة، ذكروا 5 أدلة ولا داعي، هذا أمر معروف، هي تحفظ الآية الواحدة أو إذا زدتها هي بركة. أيضا قالوا دلائل عملية الواقعية التاريخية على حفظ القرآن، أن القرآن محفوظ من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. القرآن محفوظ، لو في حركة فتحة ضمة بخلاف ما هو مكتوب بالمصحف أطفال المسلمين يصححون الخطأ. هذا حفظ من الله عز وجل، معجزة. المسألة التي بعد ذلك قالوا مظاهر اهتمام العلماء بدراسة جمع القرآن. قال: اشتملت كل المصنفات الجامعة لعلوم القرآن باب في جمع القرآن، وأيضا أفرد بالتأليف. فعندنا كتاب المصاحف لابن أبي داود، وكتاب المصاحف لابن أشته، والانتصار لنقل القرآن الباقلاني إلى آخره. المسألة التي بعد ذلك وهي الأخيرة، أنواع جمع القرآن. قال: الوعد الرباني بحفظ القرآن تحقق بركنين عظيمين هما جناحا حفظ القرآن. واحد، الجمع الصدري، أن يحفظ في الصدر، حفظ عن ظهر قلب. الجمع الثاني، الحفظ الثاني، الجمع السطري، يعني الكتاب المسطور، يعني فقط من باب السجع، صدري والسطري، يعني هو بالصدر أو بالكتابة. فهكذا تحقق حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن. نسأل الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لهذا أنا أكرر عليكم النصيحة والوصية: عليكم بحفظ القرآن لتصحيح العقيدة، لتصحيح الأخلاق،
لتصحيح العبادات، لتصحيح العقول يا أخي، عقلك نايم من زمان ومحركة، مع حفظ القرآن يتحرك. لتصحيح اللسان، يكون لسانك صحيحا بليغا نحويا، لا تقول ايه طيب وخلاص، لا، انا اقول لك هذا ممكن من افضل المشاريع تسويها في حياتك. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. اسال الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.